بصوا انا جاي اقول لكم على اجمد استثمار انتوا ممكن تحطوا فيه فلوس، وبجد بجد يستاهلوا كل قرش يدفع فيهم. كصانعة محتوى وكنت دايما ببقى محتاجه ان انا اصور وكده، والتليفون بتاعي اللي هو ال8 بلس فكانت المساحه بتخلص مني على طول. ايه اللي حصل بقى؟ بصوا الاختراع ده اهي. الفلاشه دي بتاعت سانديسك، كنت بحطها في التليفون هنا بقى ماشي، ومحمله الابلكيشن بتاعها وبقوم نقل عليها الصور. ما بتاخدش 5 دقايق، الصور بتبقى منقوله. لو انتوا مثلا عندكم لابتوب تقدروا تحطوها، يعني تحطوا ده في اللابتوب وتقدروا بقى تنقلوا على اللابتوب. لو انتوا ما عندكمش لابتوب بتشيل معاكم لحد 64، دي كانت 64. طيب لو انتوا بقى عندكم تايب سي، هما برضو عاملين واحده للتايب سي اهي، بس دي من غير ابلكيشن، وبرضو بتحطوها في التليفون. ويا جماعه سهله جدا، وبرضو ليها هنا لللابتوب زي دي بالظبط. بجد 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 سهله في التعامل جدا، بس دي مساحتها اكبر، دي باين 256 جيجا. بيشيلوا بجد بيشيلوا، سهل ان انتوا تاخدوا الصور منهم للتليفون وتنقلوا من التليفون ليهم. بجد يا جماعه دول بيحلوا ازمه لو انتوا عايزين يبقى عندكم مساحه اكبر، او لو انتوا مثلا خارجين في مكان او كده وتليفونكم مساحته بتروح في داهيه على طول، فهتساعدكم قوي. دول اكتر حاجتين يتحط فيهم فلوس، حتى لو انتوا مش بتصنعوا محتوى، ولو انتوا بتصوروا كتير وعايزين ذكرياتكم تفضل موجوده اهي. بجد والله يعني استثمار، هما استثمار بجد. هما انا مش جايبهم من مصر بصراحه، اخويا كان جايبهم لي من بره مصر، بس انتوا تقدروا عادي جدا تلاقوهم جوه مصر ان شاء الله، او مثلا توصوا حد يجيبها لكم من بره او اي حاجه، بس يعني ما تتعوضش بصراحه. بس كده.